مش شايفة الحقيقة أي رقي وتحضر وشياكة في الموقف ده. أي موقف البنات أو حتى الرجالة اللي بينزلوا على السوشيال ميديا إن مامته يعني open minded جدا ورضيت تقعد ورا في العربية، وإن مراته هي اللي قاعدة قدام. ماما يعني ست شيك جدا وما عندهاش مشكلة، والبنات يقعدوا يقولوا بلاش كلكعة وبلاش يعني حاجات كده تكلكعوا بيها الدنيا، ايه يعني لما حماتي تركب ورا مع العيال وانا اركب قدام. الحقيقة ان كان ده بالاتفاق ما بينكم مفيش مشكلة عادي، لكن اللي مش عاجبني ان ده يتصدر على انه هو ده الرقي وهو ده التحضر، وبلاش الكلكعة وبلاش التعقيدات الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي. الحقيقة انا من وجهة نظري الشخصية شايفة ان حتى ده لو بالاتفاق ممكن يكون في شيء شوية في نفس الأم أو الحما، إنها تبقى قاعدة ورا مع الأولاد، خصوصا إن الولاد مزعجين وعايز أشرب، لا ده أنا عايز مش عارف إيه، هاتيلي كذا اعملي لي كذا. هي تقعد ورا معاهم ليه؟ تقعد ورا معاهم يعني يعني يطلع عينها مع العيال، اذا كان احنا بنطلع عينينا مع عيالنا، فما بالك بقى بست كبيره عايزينها تقعد ورا وتصدروا للناس ان هو ده الشياكه. ورا ولا قدام؟ انا في بعض الناس هتقول مكبره الموضوع ليه، لكن لا، الحقيقه انا شايفه ان هو يستحق ان احنا نتكلم عنه، لان ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وانا شايفه ان ده من ضمن ان انا اوقر الكبير، سواء مامتك او مامته، انها تركب جنبه في العربيه احتراما وتقديرا ليها، خصوصا كمان ان الكرسي اللي قدام بيكون مريح اكتر عن ورا، فاحنا نقعدها في مكان تكون هي مرتاحه فيه وكويسه. وهي ستي ما بتركبش معاكي كل يوم، يعني هي راحه جايه معاكي في كل المشاوير، ايه يعني لما تركب هي في اليوم اللي انتوا خارجين فيه مع بعض او بتوصلوها هي اللي تركب قدام؟ فالحقيقة بلاش تصدروا ان هي دي شياكة وهو ده الرقي وهو ده التحضر، وان اللي يزعل من تصرف زي ده هو اللي متخلف، وان هو راجعي جدا وهي دي الشياكة. لا، الحقيقة انا من وجهة نظري الشخصية شايفة ان هي ملهاش اي علاقة لا بالتحضر ولا بالشياكة. بالعكس، انا شايفة ان احنا نوقر ونحترم ونبر ونحسن التعامل. يا ترى رأيكم زي رأيي ولا مختلفين؟ مستنية اشوف آرائكم.